في واحدة قناصة قاعدة مترصدة مستنية الطيارة توصل، ولما الراجل نزل من الطيارة الست ضربت طلقة. بعد كده شالت الفارغ بتاع الرصاصة وهي بتفكر في خطة الهروب. في مكان تاني، في راجل صحي من كابوس وركب عربيته وساق في الليل عشان ينسى الحلم المرعب. قضى الساعات لحد الفجر عند البحر وهو بيتفرج بحزن على كابل سعيد ماشي مع كلبهم. بعدين وصلوا جواب من حد مجهول وقرر يروح قعد المشاة البحرية. لما وصل هناك دخل مكتب واحدة بتسمي نفسها العميلة بارثولوميو. هي عارفة إن ليفي جاي من عيلة عسكرية وإنه كان قناص محترف عنده 113 عملية صعبة باسمه. بعد ما اعتزل اشتغل في عقود خاصة، لكنه دلوقتي مش ملتزم بأي حاجة، مع إنه جاهز يشتغل مع المارينز في أي وقت، لكنه بيرفض أي عقود لأن الطبيب النفسي العسكري قال إنه مش مؤهل للخدمة. هو عايش لوحده، لا عنده حبيبة ولا قرايب يقلقوا عليه. الراجل ما بيستخدمش أي مواد أو يجربها عشان ده بيأثر على دقته. ليفي كان ممكن يعترض على قرار الدكتور، لكنه شايف إنه ملوش لازمة زي حاجات كتير تانية في حياته. في نفس الوقت في مقبرة في قرية صغيرة في ليتوانيا في راجل بيعزف باخ على الأكورديون، وبتيجي بنته اللي هي القناصة اللي شفناها قبل كده واسمها دراسة. النهاردة يوم ذكرى لوالدتهم ودايما بيحاولوا يقابلوا عند قبرها. الأب سمع إن دراسة أخدت عقدة عشان تقتل واحد من الأوليجاركية البيلاروسيين، والبنت اعترفت إن المهمة كانت صعبة لأن الراجل اللي قتلته كان عنده 4 أطفال. لكن أبوها فكرها إن الراجل ده كان بيبيع قنابل الفوسفور وألغام مضادة للأفراد، وإنه مستحيل تعدي الأطفال اللي فقدوا صحتهم أو حياتهم بسببه. دراسة أدت أبوها فارغ رصاصة وهو حطه في محفظة فيها كذا فارغ تاني، وهو مقتنع إن بنته بتعمل الصح. طلب منها تقعد معاه كام أسبوع، لكنها كانت خلاص استلمت أوامر إنها تروح موسكو بكرة. أبوها مش عاجبه الوضع، خصوصا إنها ليتوانية ومش مضطرة تطيع الأوامر. هو مريض بمرض خطير ومش عايز يموت بألم شديد، فقرر ينهي حياته في يوم الفالنتاين. طلب منها مهما كانت فين يوم 14 من فبراير إنها تولع شمعة عشانه. بص على أوريون وقال وداع. شوية وقت بعد كده ليفي طار في مهام التانية. الطريق قدامه منطقة ممنوع الطيران فيها، وعلشان يوصل لمكانه هيضطر يمشي على رجله 38 كيلومتر ناحية الشمال. خدوا منه كل أجهزته وحتى ساعته وسلموه مظروف مقفول فيه تفاصيل المهمة. ليفي نط بالمظلة ونزل في غابة وبدأ يمشي بين الجبال لحد ما وصل لمكانه، وهناك قابله جندي المفروض يسلمه الموقع. جاسبر كان مبسوط جدا إنه شافه بعد سنة كاملة قضاها لوحده في المكان ده. ليفي اعترف إنه مش عارف أي حاجة عن المهمة، حتى مش عارف هو في أنهي بلد. جاسبر بدوره مقدرش يطمنه لأنه برضه في نفس الموقف. بعد شوية الجندي أخد ليفي لبرج هيكون مكان عيشه في السنة اللي جاية. البرج مستقل تماما، فيه ألواح شمسية، مولد، ونظام لتجميع مياه المطر. المنطقة حوالين البرج مليانة حيوانات برية، وفي حتى حديقة. على الناحية التانية من الوادي في موقع مشابه مملوك للجانب الشرقي. ليفي مش هيقدر يوصل له حتى لو حاول، لأن المنحدرات كلها متلغمة ومليانة أفخاخ من كل الأنواع، وبالتالي كل جانب بيعمل شغله. بس الشغل هنا بسيط ومناسب لفني مؤهل. مهمته اليومية هي تفقد الحدود الغربية وفحص نقاط الدفاع المحصنة. التواصل مع العالم الخارجي بيحصل كل 30 يوم. على طول الحدود في أجهزة إرسال للأقمار الصناعية بتبعت إشارات مضللة علشان تخفي الوادي عن الأقمار الصناعية وأي طيارات استكشاف. مفيش أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي، وفي أسوأ السيناريوهات في زر إنذار بيبلغ السلطات لو حصل حاجة. لو كل الأنظمة تعطلت أو حصل غزو، النظام هيشغل بروتوكول الكلب الضال. جاسبر مش عارف ده معناه إيه، لكن لو ليفي سمع صفارات إنذار أحسن حاجة يعملها إنه يجري بعيد. جاسبر متخيل إن كل ده ليه علاقة بالحرب الباردة، لأن كل سنة شخص من الغرب بيحرس الجانب ده وشخص من الشرق بيراقب الجانب التاني من الوادي. بقالهم 75 سنة ومحدش قدر يكتشف إيه اللي جوه الوادي. الهدف الأساسي إنهم يمنعوا أي حاجة من اللي جوه الوادي إنها تخرج. من سنة لما جاستن استلم المهمة كان فاكر إن اللي قبله اتجنن، لكنه شاف حاجة الحراس بيسموها الناس الجوفاء. جاستن ما يعرفش هما إيه بالظبط، بس التعبير مأخوذ من قصيدة. جاستن عارف إن في أواخر الأربعينيات 3 كتائب حوالي 2400 فارس اتبعتوا للوادي علشان ينظفوه.
لكن ولا واحد منهم رجع. بعدها قرروا يتحولوا لنظام احتواء. جاستن عارف الكلام ده من حكايات اللي كانوا قبله واللي ممكن تكون عبارة عن قصص محرفة، لكن الراجل نفسه مقتنع إن الوادي هو مدخل لجهنم وإنهم بيحرسوا البوابات. الرجالة ودعوا بعض، وجاستن راح للمكان اللي المفروض الهليكوبتر تجمعه منه. بعد شوية ظهرت الطيارة في السماء ونزلت كابل، لكن لما جاستن كان بيطلع عليها الطيار ضربه بالنار ورمى جسمه تحت. بعد كده بلغ بارتولوميو إن الدور خلص. عدى شهر وليفي بيؤدي مهامه بانتظام، بيقوم بدوريات يومية، بيفحص كل الأسلحة وبيتأكد إن الألغام جاهزة، وبعد كده بيتصل برؤسائه يبلغهم إن كل حاجة ماشية تمام. في وقت فراغه بيقرأ. البرج مليان كتب. مرة لاحظ شوية اقتباسات على الحيطة باين عليها إنها من زمان وكتابها اللي كانوا قبله. أحيانا بيعتني بالحديقة ويحصد آخر محصول الموسم. وفي يوم سمع صوت منشار من الناحية التانية من الوادي. لما بص بالمنظار شاف واحدة دراسة بتحاول تعرف زميلها اللي على الناحية التانية، بس لما شافته ماشي بعيد رجعت لشغلها. في نفس الليلة لافي صحي من كابوسه المعتاد، قام بسرعة ومسك بندقيته من غير ما ياخد باله إنه كسر كوباية وجرح رجله في الزجاج. قطار الدم على الأرض خلت ذهنه يصحى. مسك منظاره وشاف دراسة برضه مش نايمة، بس لما لاحظت إنه بيبص عليها طفت شموعها ودخلت غرفتها أكتر. عدا شهر تاني ودراسة بتحتفل بعيد ميلادها، وبعدها بدأت تراقبه ليفي. لما زهقت قررت تعمل مقلب وضربت طلقة في الهوا علشان تجذب انتباهه. أول ما ليفي مسك منظاره دراسة رفعت لوحة بتسأل فيها عن اسمه، لكنه حذرها إن التواصل ممنوع، لكن دراسة مش مهتمة. كتبت اسمها هي، وعلشان عيد ميلادها أعلنت إنها هتعمل اللي هي عايزاه. ليفي ضحك وكتب اسمه واقترح يشربوا نخبة عيد ميلادها. البنت شغلت موسيقى وطلبت منه يرقص معاها، لكن ليفي أصر إنه مش بيعرف يرقص. دراسة مش مصدقة وبتقوله أكيد في حاجة هو شاطر فيها. ليفي اعترف إنه قناص ماهر، ودراسة طلبت دليل. ليفي حط إنينته على حافة البرج وقرر يضربها بالرصاص، لكن دراسة ضربتها هي الأول بطلقها. ردا عليه ليفي دمر زجاجة النبيذ بتاعتها بطلقة. بعد كده دراسة حطت زجاجة جديدة على رأسها وبتقوله إنه ممكن يكمل التدريب، لكن فجأة فقدت توازنها لحظة وبسرعة شالت الزجاجة وطلبت منه يبص تحت. ليفي بص في الظلام وشاف حاجة بتتحرك، كائن غريب شبه الشجرة الحية. بدأ يضرب النار، وفي نفس الوقت واحد من الكائنات دي داس على لغمه وانفجر، لكن باقي الكائنات كملوا التسلق على الحائط. دراسة بدأت تضرب النار هي كمان، بتساعد ليفي في ضرب الكائنات المرعبة. مع بعض قدروا يقضوا على عدد كبير منهم، وبعدها حل الصمت. بس أول ما دراسة رجعت من الحافة إيدين شبه فروع الشجر مسكت الحافة ووحش خشبي تسلقها. الكائن كمل يتحرك نحوها ومش متأثر بضربها بالنار. ليفي غطى عليها بضربة من بندقيته واكتشف إن الناس الجوفاء بيهاجموا الجهة بتاعتها كمان من الوادي. دلوقتي ليفي بدأ يضرب النار ناحية الجهة بتاعتها بيساعدها إنها تواجههم. الألغام انفجرت عند حافة الوادي ودفعت دراسة بعيد، لكن ليفي غطاها بنيران رشاشه زي ما هي عملت معاه من شوية. أخيرا الهجوم انتهى. قعدوا في الضلمة فترة طويلة بيحاولوا يهدوا أعصابهم. بعدها دراسة اهتمت بجرح ما خدتش بالها منه وقت المعركة، وكتبت إن ده كان أحلى عيد ميلاد على الإطلاق. الصبح لافي بدأ يفحص جهة الوادي بتاعته وبيسد الفجوات اللي في الأسوار بسبب المعركة الليلة وبيحط ألغام جديدة. فجأة ظهر درون من الوادي تحت، مما دفع برج إطلاق النار عند ليفي للتحرك فورا. الراجل كان بيتابع بقلق علشان يشوف اللي هيحصل بعد كده. الدرون طار بعيد والمدفع واقف. عدى شهر تاني ولافي كان بيعمل أعمال بسيطة وقت فراغه، بينما دراسة كانت بتعزف على البيانو. وفي يوم دراسة شافت شجرة عيد ميلاد منورة على الناحية التانية من الوادي ومعاها رسالة تهنئة. الاتنين قرروا يبنوا رجال تلج وسموا كل واحد باسم التاني، كأنهم بيقربوا لبعض أكتر بالطريقة دي. بدأوا يلعبوا شطرنج مع بعض بيعلنوا حركاتهم بالترتيب. وفي ليلة الاتنين نظموا معركة طبول باستخدام أي حاجة لقوها كآلات قرع. دخل شهر فبراير وليفي صحي تاني من كابوسه وخرج على البلكونة والريح كانت بتعصف. لاحظ إن دراسة برضه صاحية. الصبح كتب لها ملاحظة لكنها ما ردتش لأنها كانت 14 من فبراير. شغلت تسجيل باخ وفضلت تبكي وهي فاكرة والدها. لما ليفي لاحظ ده سألها مالها. دراسة صرحت إنها بتمر بيوم صعب وفجأة تمنت لو كان معاها. ليفي قعد طول الليل مش عارف ينام وهو بيفكر في الوضع. بعدها قرأ اقتباس على الحيطة عن شجاعة الناس اللي قطعوا شوط بعيد وبدأ يبني جهاز معقد.
الصبح دراسة شافت ليفي وهو بيطلق قنبلة ناحية الشاطئ بتاعها مربوطة بحبل وبيجهز كابل مؤقت للعبور. راحت للجنب بتاعها في الغابة، لقت القنبلة المدخنة وطفتها وربطت الحبل في شجرة. بعد كده لاحظت ملاحظة فيها دعوة على العشاء. ليفي رتب نفسه وجمع بوكيه هوردبري وطلق نفسه على الحبل عبر الوادي، لكنه كان بطيء قبل ما يوصل الحافة بتاعت دراسة، واضطر يجر نفسه على الحبل بإيده، وكانت العملية صعبة. دراسة دعته ياكل معاها فطيرة أرنب وهو قدم لها الورود. ما قدرش يمنع نفسه من التعبير عن إعجابه بيها، ولما شافها عن قريب لقاها أجمل. اقترحت عليه إنه يغسل نفسه في الساونا الأول لأنه كان معرق من العبور. لافي ضحك وقال إنه أخطأ في حساب الشد على الحبل. دراسة وعدته إنها تجيب له هدوم تركها ناس كانوا قبله، لكنها عملت مقلب وعلقت الهدوم بعيد شوية عن الساونا، واضطر يجري من غير هدوم عشان يلبس. بعد كده اتغدوا مع بعض وقعدوا يتخيلوا هم فين في العالم. الاتنين كانوا مغمى عليهم وقت النقل وما عندهمش فكرة هم فين بالضبط. ليفي قال حاجة واحدة أكيدة، إنهم في نصف الكرة الشمالي. بعدها اعترف إنه قناص، وعلى طول دراسة فهمت مين هو. ضربته في اليمن كانت قمة في مهارة الرماية. ليفي حاول الكلام مرة تانية لموقعهم، ودراسة وضحت إن والدها نصحها إنها ما تعرفش الحقيقة الكاملة. ليفي بدأ يحكي عن طفولته في ولاية أوريجون، حيث والده كان بيعلمه الرماية. بالليل شغلوا موسيقى، ودراسة قدرت تخلي ليفي يرقص، ولاحظت إنه كذب لما قال إنه مش بيعرف يرقص. كان رقصه رشيق جدا. الاتنين قربوا من بعض أكتر، وبعدها بدأوا يتكلموا عن كل حاجة، متشوقين يعرفوا بعض أكتر. ليفي اعترف إنه كتب قصيدة مخصصة ليها، لكنه رفض يلقيها. الصبح ليفي ودع دراسة واعترف إن الفطيرة بتاعتها كانت رائعة. بعدها بدأ يرجع عبر الوادي، لكن وهو قريب من جهته انفجرت لغم، الحبل انقطع وهو واقع في الوادي. دراسة على طول مسكت سلاحها ونطت بالمظلة ورا منه، لكن الضباب الكتيف خبى نهر عنيف تحت وغرقت فيه بسرعة. بصعوبة قدرت تقطع نفسها من خطوط المظلة، فقدت معدتها وحاولت تنجو بالتمسك بشجرة ساقطة. وفي الوقت ده ليفي كان معلق فاقد الوعي بالعكس في واحدة من أشجار الوادي الضخمة، ومش واعي إن الفروع كانت بتتحول لمخلوق غريب شبه الحشرة، وكان على وشك يلتهمه. لحسن الحظ فاق وقدر يضرب الكائن بالنار. دراسة سمعت الطلقة واندفعت ناحية الصوت، بينما ليفي وقع من الشجرة وضرب الجذور. اكتشف إن الجذور بدأت تصحى وتحاول تسحبه تحت الأرض، يبدو إنها ناوية تاكله. فتحة ضخمة كانت على وشك تقفل عليه، لكن دراسة وصلت وبدأت تضرب النار، مما أجبر الجذور إنها تتراجع. ليفي شكرها على إنها جت تنقذه، لكنها كانت متأكدة إنه كان هيعمل نفس الشيء ليها. الاتنين بدأوا يمشوا في الغابة الضبابية ويتناقشوا عن طريقة الخروج منها. فجأة ظهر حصان مصنوع من جذور متشابكة، ورايبه كان شخصية غريبة شبه الإنسان النباتي. الشخصية دي كانت بتتفادى رصاصهم وهجمت دراسة، بينما ليفي كان بيقاتل الحصان. الاتنين بصعوبة قدروا يهزموا الكائنات الغريبة دي. ليفي خمن إن البشر الأحياء بيكونوا غذاء للكائنات النباتية دي. دراسة اكتشفت إنها فقدت الحبل بتاعهم في النهر، ودلوقتي مش واضح إزاي يقدروا يطلعوا لفوق تاني. اقترحت إنهم يتبعوا النهر على أمل إن في مخرج في مكان ما. ليفي أشار لبقايا الزي اللي كان على الفارس اللي وقع، واتضح إنه زي حربي من فترة الأربعينيات بعد الحرب. واضح إن دي بقايا الفرسان اللي اختفوا. بدأوا يتحركوا وهم متعجبين من تشابك الأشجار والشجيرات الغريبة والمرعبة اللي كان واضح إنها بتدمج أشكال بشرية فيها. بعد شوية وصلوا لمباني متدمرة جزئياً، واضح إنها اتضررت بسبب نشاط زلزالي. دخلوا مبنى شكله زي كنيسة، والصفوف كانت لسه موجودة، وهنا وهناك شافوا بقايا بشرية عليها. ليفي شم ريحة مألوفة واستنتج إن الناس دي ماتت بتسمم السيانيد، لكن إزاي ده حصل؟ دراسة ترجت إنه يمشي بسرعة، وفجأة سقطت عليهم عناكب ضخمة من فوق. بدأوا يضربوا النار وهربوا ناحية الباب، في نفس الوقت اللي الجثث المحنطة اللي على الصفوف بدأت تتحرك. دراسة ضربت جدار الكنيسة بقاذف قنابل، وبدأت الكنيسة تولع، وقدروا يهربوا من الكابوس ده. حاولوا يستخبوا لكن كان مستحيلة، الوحوش كانت في كل مكان. دراسة اقترحت إنهم يفضلوا قريبين من جدار الوادي، على الأقل محدش هيهجم عليهم من الخلف. جاريوا هناك ولقوا مدخل لمستودع شبه سليم، قدروا يتحصنوا فيه ويرتاحوا شوية. بعدها لاحظوا إن ده عبارة عن قاعدة مبنية داخل صخور الوادي. اكتشفوا مختبر قديم مليان مواد كيميائية ومركبات. أثناء البحث لافي لقى بكرة فيلم مولد لسه شغال رغم السنين اللي عدت. الأضواء اشتغلت ولافي شغل البروجيكتور. اتفرجوا على فيلم بيشرح فيه أحد العاملين في المختبر
عن تحالف سري بين دول شرقية وغربية قرب نهاية الحرب العالمية التانية. في الوقت اللي أوبنهايمر كان بيعمل القنبلة النووية، كانوا بيطوروا رأس حرب كيميائي بقوة تدميرية غير مسبوقة في المختبر ده. فجأة ضرب زلزال شديد الوادي ودمر المختبر. التلوث البيوكيميائي الناتج دمج الحمض النووي البشري مع النباتات والحيوانات وحتى الحشرات، وحول البشر لوحوش. لكن في ناس طلعت أكتر مقاومة للعدوى. لو ما ظهرتش أي طفرات خلال 5 أيام فالشخص بيكون منيع. الست اللي ظهرت في الفيلم بينت تغييرات مرعبة في جسمها، وفي نفس الوقت دراسة لاحظت قنبلة مغلقة فيها سائل معين. في الوقت ده العالم استمر يتكلم وقال إن البشرية ممكن تتفادى الكارثة بس لأن الوادي موجود في منطقة محدش يقدر يوصلها. طلبت السماح وأملت إن ربنا يرحمهم. الفيلم انتهى. الاتنين اتحركوا بعد كده ولقوا غرفة فيها معدات حديثة، واضح إنها ما كانتش موجودة في نص القرن العشرين. معنى كده إن المختبر كان شغال لحد وقت قريب، لكن ليه ما فجروهوش عشان يتخلصوا من الخطر على البشرية؟ لافي شغل الكمبيوتر وقرأ اسم منظمة مسلحة اسمها دارك لايك. استوعب إنهم كانوا بيشتغلوا للجيش لكن لشركة خاصة وغنية جدا وقوية بشكل استثنائي. ليفي عارف إن دارك لايك بتجمع عينات هجينة من كل أنحاء العالم، فالشركة دي أكيد بتحاول تصنع جنود خارقين وبتحمي أسرارها. بعدين شاف برنامج اسمه الكلب الضال وافتكر تحذير جارد. فهم إنه اسم رمزي لقنبلة حرارية كان المفروض تدمر الوادي في حالة تسريب، لكن الزلزال باين إنه عطلها. لافي اعترف إنه حتى لو ما خرجوش من هنا كان كل ده يستاهل لأنه قابل دراسة. جهزوا نفسهم للرحلة اللي جاية، لكن دراسة افتكرت إنها نسيت شنطتها عند المدخل ومعاها كل الذخيرة. ما كانش عندهم حل غير إنهم يرجعوا. رموا قنبلة دخان كغطاء وخرجوا. دراسة جابت الشنطة، لكن من وسط الضباب ظهر جزر طويل وخبط في رجلها وجرها بسرعة بعيد. مر جنب ليفي بسرعة وكان فارس على ظهره الحصان الجزر ده، خطف دراسة ووداها في الظلام. دراسة حاولت تقطع الجزر لكنها خبطت في حاجة ووقعت مغشية عليها. ليفي بدأ يدور عليها ولقى صومعة صواريخ مدمرة. دراسة انفاقت لقت نفسها متعلقة في غرفة وراجل أجوف بيبص لها وكأنه بيقرر هيبدأ يأكلها منين. قدرت تحرر نفسها وتقاوم، لكن الوحش كان قوي جدا. دراسة ولعت فيه بخشبة من النار لكنه كان على وشك يهزمها. فجأة ليفي ظهر وأنقذها. ليفي فحص الراجل الأجوف واكتشف إنه بقايا واحد من اللي كانوا قبله، الضابط اللي سمى الكائنات دي الناس الجوفاء. الاتنين بدأوا يمشوا واكتشفوا صواريخ متضررة وسط مجموعة من البشر المتحولين اللي اندمجوا مع النباتات وحولوا المكان لكابوس شبكي. دراسة وليفي فضلوا يحاولوا يتجاوزوا المكان، لكن واحد من البشر النباتيين مسك دراسة وليفي كان بيحاول يحررها. هربوا وهما بيضربوا النار على الفروع الحية لحد ما دراسة ضربت قنبلة وولعت في البشر النباتيين وساعدتهم يهربوا. بعد شوية لقوا عربية جيب لسه شغالة ومجهزة بونش قوي. ساقوا العربية لحد وجه الجرف، ودراسة كانت بتقاتل الناس الجوفاء بينما ليفي استخدم الونش علشان يرمي الكابل فوق. المركبة بدأت تسحبهم لفوق، لكن الوحوش ما استسلمتش. طول الطريق كانوا بيواجهوا الناس الجوفاء وكادوا يسقطوا في الهاوية. لما قربوا من القمة ليفي كان على وشك يقع، لكنه قدر يمسك إطار العربية. هو خرم خزان البنزين فتغرق الوقود على الكائنات اللي لسه معلقة بالكابل. ليفي ولع الوقود والعربية سقطت لأسفل وأسقطت الناس الجوفاء، بينما لافي ودراسة كانوا معلقين على حافة الجرف. بعد كده قطعوا الكابل وقدروا يوصلوا لبرج دراسة. بعد ما خدوا لحظة يهدوا أعصابهم بدأوا يقرروا يعملوا إيه. لو كانوا اتصابوا بالعدوى في خيار واحد بس، إنهم ينزلوا مرة تانية، لكن لازم يستنوا 5 أيام علشان يشوفوا لو في أعراض هتظهر. ليفي اعترف إنه اتبعت هنا لأنه ما عندوش حد يدور عليه، لكن دلوقتي كل حاجة اتغيرت. دراسة اقترحت الهروب لفرنسا، لكن ليفي كان شايف إن لازم يدمروا الوادي الأول. عبر الناحية التانية واتصل برؤسائه وبلغ إن كل حاجة طبيعية، لكن درونات دارك لايك اكتشفت نشاط من جهة المراقب الشرقي، فبارثولوميو أمرت بالقضاء على ليفي. هو ما عندوش فكرة إنها بتراقبه عبر فيديو سري وواعية تماما بكل رحلته تحت. أمرت بتجهيز هليكوبتر. الصبح ليفي ودراسة كانوا بيعملوا جولتهم المعتادة، ولما ظهرت الهليكوبتر راحوا يستخبوا في الغابة، لكن الدرونات لقيتهم. حاولوا يخرجوا من منطقة القتل لصواريخ الوادي. الدرونات بدأت تضرب النار وأصابت ليفي. دراسة قدرت تسقط الصيادين المعدنيين. أخيرا خرجوا من منطقة الخطر،
في الوقت اللي بارثولوميو شافت اقتباس بوذا اللي ليفي كتبه على الحيطة، وفهمت إن الوقت حان للهرب. لكن ليفي ودراسة ضربوا النار، وده تسبب في سلسلة من الانفجارات اللي كشفت الوادي لأقمار التجسس الصناعية. بعدها بروتوكول الكلب الضال اشتغل، الهليكوبتر طارت لكنها اتكوت في الانفجار. لافي برضه اتلقى موجة الصدمة واترمى في النهر واختفى في التيار. دراسة انتظرته 6 أيام في كهف قريب، وبعدها قررت إنها تغادر. بعد فترة استقرت في فرنسا، وفتحت أخيرا آخر رسالة منه اللي كانت فيها القصيدة اللي كتبها ليها. بدأت تبكي وهي فاكرة ليفي. بعدها اشتغلت في كافيه، وفي يوم فجأة شافته قاعد على الطاولة. دراسة حبست نفسها من إنها تجري على طول في حضنه، وسألته ببساطة ليه اختفى كل الفترة دي. ليفي اعترف إنه كان مصاب بشدة، لكنه دلوقتي جاهز يشتغل معاها في مطبخها. اتبادلوا قبلة. الفيلم بيطمح إنه يكون رعب فكري، دراما رومانسية، فيلم أكشن ضخم، ورعب خيال علمي في نفس الوقت. لكن في النهاية ما قررش أي حافة يتخذها كمنزل،